صورة فول ياخذ الكرة الثانية نغموشي يضغط الأهلي الآن، الأهلي يدخل في الماتش بعد ربع ساعة. حسام غالي وفي خطأ على وسيم، خطأ ضد وسيم النغموشي. طبعا وسط ميدان الأهلي شوف فيه ملاعبية تلعب بخبراتها، عاشور غالي، سليمان على اليمين وتريزيجيه على اليسار. وسط الميدان سيكون الصراع فيه مؤثر عن نتيجة المباراة. ترجع الكرة لفريق النادي الأهلي، كرة طويلة، ترجي يلزم يلعب كرة طويلة ما خطيرة والتسديد. الهدف الأول، الهدف الأول من عبد الله السعيد بعد خطأ فادح من عبد الجليل. احنا ديما نحكيو على الميركات والانتدابات، الترجي مطالب باكسيال قوي وقوي جدا. 1-0. فما تنبيه اول، رصيد عمرو جمال يعاود يغلط العربي جابر، والمره هذه عبد الله السعيد ما يسمحش، هو يسجل على يمين بن شريفيه الهدف الاول للنادي الاهلي. شوف الكره الطويله، شوف التعامل السيء مع الكره مع عربي جابر، حطوا في ظهره خبره كبيره ومهارات عاليه عبد الله السعيد، هو يسدد على يمين المعز. الهدف الاول للنادي الاهلي. 1-0 لفريق الاهلي المصري، 1-0 في مرمى معز. في وقت الحديث عن انه النادي الاهلي يتفوق تاريخيا على الانديه التونسيه بوضوح، اكثر من لقب كان على حساب انديتنا. 2005 الشامبيونز ليج على ليتوال، 2006 المصريه، اللهجه المصريه. قال له رد بالك من رقم 8 اللي يقصد في ادريس المحيرسي. حد الان الترجي على المستوى النفسي كان مستسلم، ان شاء الله يكذبوني ويرجعوا للمباراه. هي كره الترجي يلزم يلعب، يحترم تاريخ النادي وتاريخه في افريقيا، فريق اللي شارك اكثر من 25 مره في المسابقات القاريه، اولها عام 71 كان اول فريق تونسي يلعب في كاس افريقيا عام 71 ضد اهلي بنغازي وفوز بمشوش 1-0 على الاهلي الليبي. ترجع كره خطيره والهدف الثاني، الهدف الثاني من عبد الله السعيد، هدف منتظر للنادي الاهلي فيش كلام. الهدف الثاني للسعيد اللي يصعد بها جماهير النادي الاهلي، فارق كبير قلت في الامكانيات، والنتيجه هدف ثاني، الامكانيات والخبرات، والهدف الثاني للنادي الاهلي اللي يضمن المباراه. هدف ثاني لفريق النادي الاهلي عن طريق عبد الله السعيد. سيناريو مرتقب نتيجه الضغط المتواصل للاهلي وخطا اخر في الدفاع. مباراه تصعب اكثر، ولذلك انا واقعي قلت من دقائق انه ان شاء الله الترجي ما يقبلش اهداف اخرى. شوف الكره وحده فماش لا كوفرتور ولا بريس ولا لاعب كان يلعب في حصه تدريبيه، ياخذ الكره وياخذ وقته. 1 و2، دور كبير حسام غالي، دور كبير حسام غالي. شوف الكره من حسام، دفاع مش موجود بالمره، وهدف ثاني نتاع فريق في برشا ملاعبيه كبار. سليمان غالي السعيد والحكام عليه. مبروك بكل روح رياضيه الفوز للنادي الاهلي. الترجي الرياضي موسمه يبدا بعد اتمام الانتقالات وبعد انهاء الميركاتو، هو بانضمام 9-10 ملاعبيه في الفريق، وقتها تقدر من شهر 8 تحكم على الترجي الرياضي. ممكن حسب اليوم الاول المنافسه في هذه البطوله شرسه جدا بين نصوص مصاروا والنجم، خطيره جدا. الهدف الثالث، والهدف الثالث يتكرر السيناريو عام 2007. هدف ثالث لمؤمن زكريا، هدف ثالث لمؤمن زكريا. كان ممكن توفى 2-1 للاهلي، تصبح 3-0، نتيجه كبيره برشا. فرصه الهدف الثالث، لا فما ريارات لا فما اكسيال. شوف الهدف الثالث، مؤمن زكريا بكل سهوله عن طريق عبد الظاهر. هو مؤمن زكريا يغالب بن شريفيه، والترجي ينقاد الى